على خير. اليوم غنشارك معكم خميره البلديه تقادت لي ما بقاتش عندي، ودابا غادا نعاود نحضر وحده اخرى باش نعاود نستعملها. خديت انا الدقيق ديال الزرع، خديت انا واحد نص كيلو ديال نص كيلو ولا كيلو الا ربع هكاك ديال الدقيق ديال الشعير البلدي، طحين ديال الشعير البلدي. غادا هو اللي غندير به. يمكن لكم ديروها بالشعير ولا يمكن لكم ديروها حتى بالدقيق ديال الدقيق الكامل ديال القمح. غادا نخلطها هنايا بسميتو، نخلطها بالماء بارد. هنا تقريبا شي نص كيلو ديال الدقيق ديال الشعير ديال الزرع البلدي. غادا نعجنو بالماء بارد، ما غندير فيه لا ملح لا حتى شي حاجه. نعجنو بالماء بارد مزيان، ندلك واحد شويه، وغادا ندير فيه واحد جوج تمرات. هذوك التمرات غير باش يحيدوا بشويه ينقصوا ديك الحموضه. هما الخميره البلديه كتحضر بلا الخميره البلديه اللي كانوا كيديروا الناس ديال زمان، والدينا والناس القدام، ما كيديروا فيها لا سميتو لا تمر لا حتى شي حاجه، لا بفول لا شي حاجه. كيعجنوا العجينه وكيخليوها تحماض صافي. غير حنا كنديروا في داك التمر باش كتنقص ديك الحموضه شويه، ما كتبقاش ديك الحموضه مجهده باش ما تجيش حامضه بزاف. هي الخميره العجينه قد ما خليتيها قد ما خدمتي بها زعما مده طويله قد ما كتحماض. كتقدام الخميره بلدي بحال لو كتربيها كتربى، يعني كتعجني بها اليوم غدا سيمانه جوج سيمانات وهي هي كتحماض كتولي مجهده. هذوك دوك سميتو هذوك التمرات كيحيدوا شويه يهرسوا ديك الحموضه. صافي غادا نعجنها وغادا نغطي عليها مزيان، ما نخليش يدخل على الهواء، وغنديرها تحت من البوطاجي باش تبقى مدرجه على الضو، وغنخليها تما كاينه حتى الغدا ونعجن بها. انا عجنت بها قبل، عجنت بها واحد العجينه قبل ما نصور لكم، يعني عجنت بها ثالث مره. دابا غنعجن لكم وغنصور لكم الخبز اللي غنعجن بها دابا. غنعجن الخبز ديال ديال غنطيب في الفران ديال الزنقه، الفران ديال الحومه، ما غنطيبوش ديال الدار، حيت الدقيق ديال الشعير تيبغي العاف. كيجي بالفران ديال العافيه ديال العواد كيجي زوين حسن، اما الدار كيجي شويه قاصح. دابا غنغطي عليهم وغنخليهم حتى الغد ليه. انايا راه عجنت المره الثانيه بها، ما صورتش معكم. دابا هذه المره الثالثه اللي غنعجن بها، وما عاد غنصور لكم. سبقت هي عجنت لهم واحد الخبيزات صغار درت طيبتهم في الدار. هنا دابا غنعجن في الخبز وغندير الفران ديال الزنقه. درت فيه دقيق ديال الشعير، عندي زلافه ديال الدقيق ديال الشعير البلدي، وواحد جوج زلايف ديال الدقيق الكامل، وزلافه ديال الفورص، وغنزيد على ديك الخميره البلديه. ها هي غادي نزيد هاد الخميره هادي وغنعجنها مزيان. نعجنها ونخليها واحد شويه مرقده حتى تخلط ليا الخميره مع العجينه. نخمرها واحد نرقدها في القصريه ونخليها بلاتي شويه في القصريه، نخليها ترتاح واحد نص ساعه هكا. عاد نعاود نقص منها الخميره وندير الملحه ونقرص الخبز. دابا انا غنعجن وانتم معايا. صافي غنخلطها كون نبقى ندلك فيها، ندلكوها شويه ونخليوها، نعطيوها شويه الكف وندلكوها مزيان باش تجانس لينا الخميره.
انا فضلت نعجنها لكم هكا في القصرين عندي العجانه، ما بغيتش نعجنها. الا بغيتو ديروا يمكن لكم تعجنوا في العجانه، يمكن لكم تعجنوها. انا ما عندي العجانه، ولكن فضلت نعجنها بيدي بحال هكا باش نوريكم الطريقه كيفاش. صافي غنعجنوها مزيان ونخليوها ترتاح، ونحاول نطلقها مزيان شويه بالماء، حيت داك الدقيق ديال الفينو ديال الشعير تيشرب الماء شويه. صافي غادا نخليها ترتاح دابا واحد شويه، واحد نص ساعه هكاك، ونعاود نحيدها على الخميره وندير الملحه. خليها ترتاح واحد شويه. دابا غنحيد دابا هادي، دابا غندير الملحه. انا راه زدت هنايا شويه الطحين حيت جاني قليل، عاود زدت شويه الطحين ودلكتها مزيان ثاني. زدت شويه الطحين حيت جاني الطحين قليل. انا هنا من بعد ما عجنتها خليتها ترتاح، هي ارتاحت. دابا غادا ندوز نقرصها. نقرصها هنا بشويه دقيق ديال النخاله وشويه البلبوله اللي فزلتها بشويه الماء. زدت البلبوله شويه بالماء باش تشد لينا في العجينه، يعني درت فيها شويه الماء زدتها ها شويه ماشي بزاف. صافي غنبدا نقرص فيها وغنخليها حتى تخمر، وغندير الفران ديال الحومه، الفران ديال الزنقه. ملي كديروا في هذيك الخميره البلديه، ملي كديروا في هذاك التمر شي شويه ما كتجيش مجهده بزاف، كتجيش حامضه بزاف. خميره بلديه راه صحيه اخوتي. ها هي حاولوا الا بغيتو تخمر لكم الخبز دغيا، خاصكم تخلوا كميه كبيره ديال الخميره، ما تخليوش على شويه، يعني تقريبا ديروا قياس بحال هاد جوج خبزات تخليهم ديال الخميره باش تخمر لكم الخبز دغيا. اما الا خليتو على شويه ما كتخمرش الخبز دغيا، كتاخذ الوقت. خاصكم تعجنوها الصباح بكري وتخلوها ترتاح، وتعاودوا تنوضوا مع ديك تقريبا ساعه هكاك، تخليها ساعه ترتاح، ومن بعد عاد تقرصوها وتخليوها تاني تخمر على خضره. انا راه شحال خليتها ديال الوقت ورغم ذلك ما خمرتش ليا مزيان. صافي تنرش شويه ديال الدقيق كامل وكنزيد عليه بالبوله، كندير جنب البوله. صافي غنقرصهم وغنخليهم يخمروا. غنديرهم فواحد الطاوه، غندير وحده فوق وحده وغنديرهم في الطاوه نخليهم حتى يخمروا ونديهم في الفران. انا من بعد ما ديت الخبز الفران ديال الزنقه ديال الحومه، ها هو جا زوين جا محمر. ولكن الحاجه الوحيده اللي هاد مال الفران ديال الحومه ما كيسوش على العجينه، مع العجينه مطلوقه عوجوا لي الخبز، ولكن ماشي مشكل. المهم راه جا الخبز زوين محمر طيب مزيان، وفيه واحد البنه ديال الطياب ديال العود كتجي زوينه، كتجي لذيذه. وانا غنقطع معكم واحد شويه ونوريكم. غادي نروي الخبز شي مستطيل شي
غنولي ندير خبيزات صغار باش يجيو زوينين، غنديرهم في الطاوه، ما نبقاش ندير خبزات كبار، ندير خبيزات في اللاطه صغار ونرميهم باللاطه باش ما يعوجوهمش ليا، ونشاركهم معكم مره اخرى. انا غنقطع دابا الخبز ونوريكم كي جا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله فيديو قادم بحول الله.